تعالوا نعمل كده ساندويتش ينفع فطار او عشاء اللي يريحكم. هنجيب اي خبز او صمون اللي هو الطويل ده اللي هو الفينو بالعربي زينا، علشان ايه هسمع مقلسه كتيره قوي على الصمون ده. هحط فيه شويه جبنه موتزاريلا وهنحطه في الساندويتش ميكر زي ما باين عندك في الفيديو، وحطيت جبنه رومي وحطيت جبنه جوده، وكمان هحط نوع من انواع الجبنه دي الستيك، بتبقى مثلا في منها ماركات كتير، انا استعملت بريزيدون. فتحت الكيس وحطيناها وقفلنا بقى الساندويتش. شايفين؟ عايزه اقول لكم قنبله، يعني كميه جبن فيه خطير تحفه، ان شاء الله يعجبكم، بس جربوه فطار سريع كده. بعد بقى مساح، شايفين البخار شبر الكاميرا. عايزه اقول لكم الجبنه طالعه من كل حته، انا عملت سندوتشين مش واحد. جبنا بقى الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه بقى الساندوتش الجبار ده، وحطينا التاني. تعالوا بقى نفتحه واوريكم شكل الجبنه من جوه سايحه عامله ازاي، ميكس الجبن الخطير ده. شايفين الساندوتش؟ لا رهيب، لا فعلا عايزه اقول لكم يعني جامد جدا، لازم تجربوه. هو يعني حاجة بسيطة جدا بس في قمة السعادة. وعملت بقى جنبيها شوية بقى شاي كده وشوية توت بلاك بيري، وصباح المزاج. احلى فطار او ممكن عشاء، يعني اللي يريحك، يا فطار يا عشاء. انا كنت بعمل احلى مزاج الصبح، وده كان فطاري مش عشية، ده فطاري. عايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. شايفين المطه تجنن. مع السلامه.